أعزائي أهلا بكم مع فيديو جديد، وآسف للانقطاع لفترة لظروف صحية. هنبدأ ببعض الأخبار اللي معانا عشان مطولش على حضراتكم. أحمد القندوسي بيرحل عن النادي الأهلي، اللي هو معار من النادي الأهلي إلى سيراميكا. طيب أحمد القندوسي إعارته تنتهي بالموسم ده، فأحمد القندوسي مش عايز يقعد في سيراميكا. أحمد القندوسي عايز نادي جماهيري كبير، ورافض تجديد الإعارة أو البيع لسيراميكا. ولكن في آخر الأخبار، إن إحنا آخر أخبار سمعناها إن الاستغناء بتاع أحمد القندوسي وصل من الأهلي إلى سيراميكا مقابل 600 ألف دولار، وده المبلغ اللي دفع فيه أحمد القندوسي. وكان هو عايز يلعب في نادي جماهيري كبير ومش عايز يقعد في سيراميكا، بس مش عارفين إيه اللي حصل. 2. عمر فرج لاعب الزمالك طبعا الفلسطيني انتقل لنادي سويدي بالمجان، اللي هو نادي ديجوفروس، مقابل 400 ألف دولار. طبعا عمر فرج كان ليه فلوس، فساب تنازل عن بعض المبلغ ده من فلوسه وانتقل للنادي السويدي ده بالمجان. مستر جروس طلب من إدارة الزمالك تفعيل عقد شراء محمد حمدي لاعب إنبي المحترف أو اللي بيلعب في نادي الزمالك، ربنا يشفيه، وقال لازم تفعلوا عقد هذا الراجل وتجيبوه تشتروه خالص. من الأخبار التانية للراحلين عن الزمالك: مشلاك، عمر فرج، مهاب ياسر، سيف جعفر، جيفرن كوستا، وزياد كمال. دي كانت بعض الأخبار اللي معانا على السريع. لا تنسوا الاشتراك في القناة وشوفوا الشكو بخير، ومعلش للتأخير مرة أخرى. شكرا.